مشروعك أو شركتك الصغيرة ممكن تحقق نجاح كبير، بس بشرط تعرف إزاي تخلي كل الإدارات تشتغل كفريق واحد. عايز تعرف السر؟ كمل الفيديو. زي ما وضحت قبل كده إن الكورس اللي بقدمه مش بس شرح أدوات تسويقية، ده علم متكامل هيربط لك كل إدارات الشركة، وده اللي بيميزنا. مش هتتعلم تسويق وخلاص، هتفهم شركتك كلها شغالة ازاي. الماتيريال دي موجهة لأصحاب المشاريع الناشئة اللي هي الستارت اب أو المشاريع الصغيرة، المشاريع الكبيرة، وللناس اللي عايزة تبدأ كارير التسويق أو إن هي تبقى عندها your own business. مهم بالنسبة لي إنك تفهم كل الإدارات شغالة مع بعض إزاي، مش تفهم تسويق بس، لأن أكبر مشكلة واجهتها مع العملاء 90% يبقى فيه فجوة ما بين الإدارات. الشغل اللي بيعمله تيم الماركتينج بيسوي على حاجة وفريق التشغيل أساسا بيعمل حاجة تانية، فبالتالي فشل الكامبينز أو الحملات الدعائية اللي بتتعمل. الإدارات الأساسية لأي مشروع ناجح الإدارة المالية، ومسؤولة عن الفلوس والأرقام. إدارة التشغيل ومسؤولة عن تقديم المنتج أو الخدمة، ودي بيختلف المسمى بتاعها من شركة للتانية. ممكن تبقى إدارة التشغيل، ممكن تبقى إدارة الإنتاج، ممكن تبقى المطبخ اللي جوه المطعم أو الكافيه بتوعك. ال HR أو ال Human Resources اللي هي إدارة الموارد البشرية، اللي هي طبعا مسؤولة عن الموظفين. وأخيرا إدارة التسويق هي اللي بتحرك العجلة دي كلها بقى بتاعت المبيعات. دول الأربع إدارات الأساسية اللي لابد منهم في أي شركة ناشئة أو اوريدي بزنس موجود. كحد أدنى في إضافات، في مثلا R&D اللي هي Research and Development، البحوث والتطوير، دي برضو يعني الأماكن اللي بتحتاجها، بس أنا بتكلم كحد أدنى 4 الإدارات اللي أنا ذكرتهم لازم الأربعة يشتغلوا. ما ينفعش أطلق حملة تسويقية بمسج تسويقية معينة وفريق التشغيل أو الموظفين مش فاهمينها أساسا. عشان كده مهم نفهم إن الشركة كلها بتدار كفريق واحد وليس أقسام منفصلة. عايز تتعلم إزاي تدير مشروعك صح؟ تابعني هنا عشان كل المحتوى التعليمي اللي هيساعدك بدأ ينزل.